الذي سيقود يلعب كورته في منطقة الجزاء، والتغطية ما زال الخطورة الرجاوية في القائمة الثاني، والتغطية من دفاع شباب رياض السلمي، إبعاد الخطورة. ضربة زاوية أخرى لنادي الرجاء الذي يحاول الوصول لمرمى الشمال عنه. مشت كرة ضربة زاوية في القائمة الأول، والتغطية من دفاع شباب رياض السلمي في القائمة الثاني، لا في القائمة الأول من زكريا حضرف، لكن بعيدا عن مرمى الشمال عنوش. الصاد كان بالامكان افضل. نعم، هدف اول في المباراه لشباب رياض السلمي. كان خطا من طرف الحارس، في التغطيه، والشباب رياض السلمي يوفق في بلوغ الهدف عبر جبريل سيلا. جبريل لاعب سابق للرجاء، اليوم يلعب لشباب رياض السلمي، يختار وجهه المرمى ويتمكن من تسجيل الهدف الاول. تصبح النتيجه هدف لصفر. الاعاده لكره من زريده يمر يبحث عن تمرير الكره لواحد من رفقائه، والحكم يتدخل للاعلان عن ضربه خطا لمصلحه الرجاء. تعادل نايري يسدد ممتازه جدا، لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس شمال علوش. طريقه تسديد الكره الثابته لمحمد النايري تجعل منه واحد من اللاعبين اللي يفضلهم منذ الكبير في مركز الظهير. الجاولو لمحمد المكعازي يلعب زكريا حضرف، والتدخل من الحارس، تحول من الطرف الايسر والتدخل. ضربه جزاء يقول حكم المباراه، ضربه جزاء من حكم المباراه هشام التمسماني لنادي الرجاء. تداول نايري سدد، والهدف التعادل يعيد التوازن للمباراه يا ساده. هنا في المحمديه الرجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النايري. تفاعل جنوني مع المباراه هنا في مدينه المحمديه. النتيجه 1-1. منطقه الجزاء، امكانيه للتوغل والتدخل من دفاع شباب رياض السلمي. الرجاء يكسب ثقه، هدف يكسبها ثقه، هدف يجعل يدخل في المباراه بعدما واجه صعوبات بالغه في الدقائق الاولى منها. مكعازي وصل الخابة، يلعب زكريا، لكن تدخل عادل الرحيلي والحكم يعود. زريدا في منطقة الجزاء، والتدخل ممتاز جدا من دفاع شباب رياض السلمي. ملايين الدولارات لانتداب ابرز اللاعبين. هذه كرة في منطقة الجزاء من حمزة خابة، والتغطية من عادل الرحيلي. كرة في منطقة الجزاء، امكانية والتدخل هشام ممتاز. الكرة من زريدا نحو حمزة ياسين الغزواني لشباب رياض السلمي، والحكم يتدخل ويعلن عن ضربة خطأ لشباب رياض السلمي. ممتازة جدا الكرة في منطقة الجزاء من زريدا، تتحول من الطرف الأيمن لشباب رياض السلمي. وصلوا المستوى الصاد في منطقة الجزاء، الحكم يطالب بمواصلة مرتدة للفريق. وحمزة خاب يا خاب. كان بالإمكان وأن يكون هدف رجاوي عبر حمزة خابة. يسري يلعب هذه المرة في القائمة الثاني بالراس كاد أن يكون الهدف، وجاء الهدف وحان وقت الهدف. هدف رجاوي من كرة ثابتة هذه المرة، ينجح في بلوغ المرمى. اعتلت الرؤوس الكرة لتتمكن من وضعها في مرمى الحارس هشام العلوش. تصبح النتيجة يا سادة هنا في المحمدية 2-1 فرق من الطرف الايمن. يحاول يتوغل كرة تسدد، لكن سهلة للحارس. نحو جبريل سيلا، جبريل التدخل والمتابعة في الكرة الثانية، وكان بالامكان وان يكون افضل مما كان من مصطفى الصاد. المتابعة من جبريل سيلا هذه المرة كان تدخل في مكان وفي محل وفي زمانه من الحارس الدولي الجزائري من النوادي والمنتخبات الوطنية. كرة من مصطفى الصاد، المتابعة من دفاع الرجاء والحارس. كرة ثابتة للرجاء تلعب في القائمة الثاني. المتابعة من جمال حركاس ينتظر حركاس يلعب كرة من الطرف الأيمن الرجاوية. حكم يمنح الامتياز يلعب للرجاء يسري بوزوق، واخراج الكره في التماس في فسح المجال امام اسعاف اللاعب المصاب. اول من تراوري كره عرضيه لشباب رياض السلمي نحو مصطفى الصاد، لكن تدخل ويسري بوزوق، محاوله منه لعكس الهجمه. كره من حمزه خابه يتحول بالكره من الطرف الايمن ليلعبها لجمال بوزوق من الطرف الايمن. بوزوق ممتازه جدا.